فيديو النهاردة هحضر معاكم بودنج الجوافة. طبعا الجوافة من الفواكه الجميلة اللي ليها فوائد كتير وخصوصا فيتامين سي، وفي للأسف أطفال كتير مش بيحبوها. تقدري تعملي البودنج ده هيخلي طعمها حلو جدا وكمان مفيدة لأن في مكوناتها بيض وحليب، وتنفع كمان في شهر رمضان إن شاء الله. يلا مع بعض نشوف المقادير ايه. معايا هنا حوالي نص كيلو من الجوافة، قطعتها واخدت قلبها وعصرته وشلت البذر منه، وعمل معايا كوب عصير جوافة مركز بدون اي اضافات. وكمان معايا ربع كوب من السكر، ده اللي هعمل منه البودنج. ومعايا كمان نص كوب من السكر هعمل منه الكراميل. معلقة سمنة كبيرة او زبدة، وثلاث بيضات، وثلاث معالق نشا، ومعلقة فانيليا، وربع معلقة ملح، ومعلقتين من الباستري البودر، وثلاث اكواب حليب. الوصفة دي عاملة زي الباستري البيتي او المهلبية، بس هنا ضفت لها الجوافة اديتها نكهة حلوة. تقدروا تضيفوا اي نوع فاكهة بتحبوه. انا هنا ضفت البيض والفانيليا والملح وبقلبهم، وكل ما اضيف حاجة بقلبها كويس عشان ما تكلكعش معايا لما ارفعها على النار. بالنسبة للسمنة وعصير الجوافة والباستري البودر انا مش هضيفهم دلوقتي، هخليهم بعد ما البودنج هنا يستوي على النار. انا ضفت بس البيض والفانيليا والملح والسكر واللبن. هنا بضيف النشا. خلي بالكم يا جماعة، النشا ده بالذات لازم يتدوب كويس على البارد، لان لما بيترفع على النار بيكلكع على طول. انا حطيت 3 معالق من النشا و3 اكواب حليب، لكل كوب حليب معلقة نشا. هنا هرفع الخليط على النار مع التقليب، وهسيب السمنة والجوافة والباستري مش هضيفهم دلوقتي. هنا هحضر الكراميل اللي بضيف نص كوب السكر على نار هادية. اول ما بيبدأ السكر يتكرمل من الجناب هقلبه. انا هنا عشان مسرعة الفيديو فظاهر ان السكر اتكرمل بسرعة، بس هو بياخد وقت برضو على النار. هنا ضفت الجوافة وخففت الكراميل بمعلقتين مية ومكعب زبدة. تقدروا تستبدلوا الكراميل بالعسل كمان لو مش حابين تعملوا الكراميل او قلقانين انه يتحرق منكم، بس بصراحة الكراميل مع الجوافة بيدي طعم حلو جدا. الجوافة هنا مش هخليها تقعد كتير على النار، كده خلاص هي استوت. انا بقلبها كده مع الكراميل عشان تتداخل مع بعض. ودلوقتي هحضر لباقي البودنج بعد ما استوى. هضيف له باقي المكونات، السمنة والعصير الجوافة والباستري البودر. عصير الجوافة ده بدون اي اضافات ولا سكر ولا مية. انا اخدت قلب الجوافة وعصرتها وطلعت منها البذر وعمل معايا الكوب ده. تقدروا تستبدلوا الباستري البودر بكريم شانتيه او كريمة لباني او لبن بودرة كمان. الخليط دلوقتي مش متماسك، بس بمجرد ما بيدخل التلاجة بيتماسك وبيبقى زي المهلبية بالظبط.
وده كان فيديو النهاردة، عملت بودنج الجوافة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله.